بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن حالة حقوق الإنسان في مصر في العصر الحديث وإن شهدت تدهورا وتدنيا، إلا أنها في هذا التوقيت وهو من بعد انقلاب 3 يوليو 2013 حتى الآن هي في أدنى مستوياتها وتدنت إلى مستوى غير مسبوق. حالة حقوق الإنسان في مصر الآن داخل السجون وخارج السجون يعني في درجة أو دركة من التدني غير مسبوقة. داخل السجون منذ 23 سبتمبر الماضي وقعت هناك حادثة في سجن العقرب سيء السمعة، وهذه الحادثة نتج عنها حسب ما نشرته وزارة الداخلية مقتل 4 من المسجونين و4 من ضباط وأفراد الشرطة. كما زعمت وزارة الداخلية أنها كانت محاولة للهروب رغم أنه ليس هناك أي أدلة على ذلك. ولكن بعد هذه الحادثة بدأت مصلحة السجون وبدأت وزارة الداخلية تتخذ إجراءات هي تراها أنها عقابية، ولكن نراها أنها إجراءات انتقامية من أشخاص لا ذنب لهم في ذلك. فبدأت حملات تفتيش على السجون، وبدأت سلسلة من الانتهاكات الغير مسبوقة على السجون، وأغلقت ما كان متبقي من زيارات والتريض، وأغلقت كانتين السجن ومنعت الزيارات، وحتى المسموح بها يعني أقل القليل يتم يعني تفتيش الأهالي بصورة مهينة، يتم منع دخول العلاج، يتم منع دخول الأغطية والملابس الشتوية وأدوات النظافة، ويتعرض المعتقلون داخل السجن إلى حملات تفتيش يعني تكاد تكون شبه يومية، حتى من كرامة الإنسان وبطريقة قاسية ومهينة بالمخالفة للقانون. يتعرضون للتعذيب، للإهمال الطبي والقتل البطيء داخل السجون بمنع العلاج، وفي ظل كورونا وانتشار الفيروس لا توجد هناك أي تدابير لحتى المحافظة على حياتهم، خاصة وفي السجون المتكدسة بالأعداد. هي الحكومة تعاملت مع الجائحة داخل السجون في البداية بالإنكار أنه ليس هناك أي حالات بالسجون، ثم بعد ذلك بدأت تظهر بعض الحالات ورصدنا 18 حالة، ويمكن هيومان رايتس ووتش قالت أن هناك 14 حالة داخل السجون المصرية خلال هذا العام فقط ماتوا بفيروس كورونا. نحن رصدنا 18 حالة قتلوا داخل السجون بهذا الفيروس. بدأت مصلحة السجون تخصص عنبر أو HR4 داخل سجن العقرب سيء السمعة كعزل لسجون مصر كلها، ثم حينما زاد العدد تم فتح عنبر في سجن المنيا، وتم ترحيل عدد من المسجونين سواء من لمان طورة أو من منطقة طورة عموما، ومن بعض السجون من وادي النطرون وبرج العرب وهكذا، نقلوهم إلى سجن المنيا كعزل لسجون الجمهورية كلها سجن المنيا. ثم بعد ذلك انقطعت أخبار المعتقلين هناك، حتى ظهر في الآونة الأخيرة استغاثات لأنها لا توجد رعاية طبية ولا يسمح بدخول العلاج، والسجن يبعد عن يعني مقار إقامة المعتقلين بمئات الكيلومترات، مما يكبد الأهالي يعني مصاريف باهظة في الانتقال وتجهيز الزيارة ومشقة السفر. ثم بعد ذلك يكون هناك الأسرة لا يكون يقتصر الاعتقال على فرد أو فردين، هناك يعني أسر مشتتة في السجون، ف يعني النساء تدور على السجون كل يوم في سجن حتى يعني يستطيعوا الاطمئنان على أبنائهم فقط. هناك أسر كاملة داخل السجون برجالها وبنسائها وهكذا يعني. فالأوضاع داخل السجون متردية بشكل كبير جدا، والنظام المصري لأنه يعلم أنه يرتكب انتهاكات ويرتكب جرائم ضد الإنسانية في حق هؤلاء المعتقلين، فهو لا يسمح بلجان تقصي الحقائق ولجان التفتيش الدولية التي طالما نادى بها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارة السجون والتفتيش عليها، أو يعني الوقوف على آخر أوضاع حقوق الإنسان بها، يرفض النظام. وحينما يعني كان هناك استعراض دوري شامل وأراد النظام أن يبيض وجهه أمام العالم بأنه لا يرتكب انتهاكات بحق الإنسان داخل السجون،
يعني أخرج مسرحية هزلية يعني سخر منها العالم أجمع، حينما أتى ببعض المخبرين ورجال الشرطة يرتدون زي المساجين ويقومون بشواء اللحوم، وتأتي إليهم الفواكه وهي مغلفة وكأنها آتية من فنادق، وقالوا أنه يعني هذه حال السجون في مصر، وكأن يعني من بالخارج لا يتمتعون بهذا المنظر الذي رآه العالم داخل السجن. طيب هو فيما يخص عدد المعتقلين في مصر، هو لا يمكن الجزم به بشكل يعني محدد أو دقيق، ذلك لأننا كمنظمات حقوقية ليس فقط منظمة إمداد أو منظمة نجدة، ولكن كافة المنظمات العاملة على الساحة المصرية لا تستطيع أن تحصر عدد المعتقلين في مصر بشكل دقيق، لأنه كل يوم هناك معتقلين ولا يمكن حصر المعتقلين الذين يدخلون إلى السجون. نحن نحصر يعني في حدود إمكانياتنا مع التضييق الأمني والتعتيم الإعلامي اللي موجود، فلا يمكن الوقوف على عدد دقيق، ولكن نستطيع أن نقول أن الحد الأدنى الموجود في السجون الآن لا يقل عن 60,000 معتقل. يعني في حصر سابق، يعني احنا نحصر من 2018 فقط، والأعداد عندنا أعداد كبيرة. في خلال هذا العام فقط، يعني لو نظرنا مثلا إلى الاختفاء القسري هو العتبة الآن إلى كل الانتهاكات، يعني من يتم القبض عليه لا يتم عرضه على النيابة مباشرة، ولكن يتم إخفاؤه قسريا حتى يعني إملاء أقوال عليه حتى يدلي بها أمام النيابة وترتكب في حقه جرائم تعذيب وهكذا. فمن وقع في حقهم الاختفاء القسري فقط ممن رصدناهم رصد شخصي هو 912 انتهاك. في القبض التعسفي قبض على 974 انتهاك، يعني 974 شخص وقع عليهم اعتقال تعسفي بدون سند من القانون، غير من ظهروا في النيابات. من ظهر في النيابات حتى الآن 3642. يعني إجمالي هؤلاء المقيدة حريتهم في خلال هذا العام لا يقل عن 5500. هذا في عام في عام واحد فقط. عدد النساء الذين يعني وقع في حقهم انتهاكات خلال هذا العام 94 سيدة. كان خلال هذا العام معتقل يعني رهن الاختفاء القسري 13 سيدة، كان رهن الاختفاء القسري ظهر منهم 3 أو 4 خلال الأيام القليلة الماضية، أما الباقين فما زالوا رهن الاختفاء القسري. تم التنكيل بالنساء داخل سجن القناطر النساء في الشهر الماضي، تم 21/11 تحديدا. اقتحمت قوة من إدارة السجن وبعض المخبرين وبعض الجنائيين المشاركين في التفتيش بأوامر رئيس المباحث، اقتحموا زنازين السياسيات وتعدوا عليهم بالضرب وسحلوا إحداهن وأصابوها بإصابات بالغة، وتم منعها حتى من الانتقال، من منع نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونقل 5 من السياسيات إلى عنابر الجنائيات المتهمات بجرائم القتل والآداب وهكذا. تم نقلهن إلى هناك وتم تجريدهم من كافة متعلقاتهم، وبالتالي يعني يعيشون ظروف سيئة جدا، وخاصة أن منهم يعني أكثر من واحدة مصابة بأمراض يعني تحتاج إلى رعاية دقيقة، و يعني منهم طبيبات 2 طبيبات، الدكتورة بسمة رفعت والدكتورة سارة عبد الله، ومنهم سمية ماهر ونادية الدسوقي، ولكن هذه يعني حصلت على إخلاء سبيل مؤخرا وخرجت. فيتم التنكيل بالمعتقلات داخل السجون، وفي الخارج يتم اعتقالهن وإخفائهن قسريا، ويتم التعامل معهم وكأنهن رجال. هذا الأمر لم يكن موجودا في مصر قبل الانقلاب. كانت النساء كما يقال في مصر النساء خط أحمر، ولكن هذا النظام تخطى كافة الخطوط الحمراء ونكل بالرجال والنساء. منذ قدوم هذا الانقلاب كان يرسخ من خلال حتى كلماته وكلمات النظام، رأس النظام ومعاونيه، يرسخ إلى أن هذا الشعب أصبح طبقتين، طبقة أسياد وطبقة عبيد. كان يقول هكذا صريحة: نحن أسيادهم، واللي إيده تتمد على سيده تتكسر إيده. هذه كانت تقال بصراحة في الإعلام الموالي لهذا الانقلاب. فهناك طبقة، وهي الطبقة طبقة النبلاء الآن، هي طبقة الجيش والشرطة والإعلام والقضاء وبعض رجال الأعمال الذين
يحسبون على النظام ويتماهون مع سياساته. أما رجال الأعمال الذين يخالفون ك يعني شركة جهينة أو الذين ممكن أن يقدموا بدائل في حال مقاطعة المنتجات الفرنسية، هؤلاء يتم الزج بهم في السجون، ويعني لا يتم إطلاق سراحهم إلا بدفع أتوات كبيرة. يعني لو حضراتكم تعلمون أن الحاج راجب السيوركي أولاده دفعوا 10 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر. هذه أتاوة، وهذه يعني ليست أموال حلال حق للحكومة المصرية أو النظام المصري حتى يعني يقتص أو يقتطعها من أموال هذا الرجل. رجل أعمال يدفع ضرائبه ويسير وفق القانون، فلماذا يعني تستولي على أمواله؟ فهذا نموذج. أما الطبقات الذين ذكرناهم، هؤلاء الطبقات الذين يتم الاقتراض من الخارج باسم الشعب المصري الذي يتحمل كافة هذه الديون ويتحمل عبء سدادها ليس في جيل واحد ولكن في أجيال متعاقبة. هذه القروض التي تأتي لا يتمتع بها الشعب المصري، ولكن تذهب إلى هذه الفئات التي ذكرناها. فترى الجيش مثلا القوات المسلحة يتم رفع مرتباتها ومرتبات الشرطة وامتيازات القضاة والإعلاميين بشكل يعني متسارع وبمبالغ يعني خيالية. أما الشعب فيتحمل هذه القروض التي لا تأتي إلا برفع الدعم عن الشعب وبزيادة أسعار المحروقات وزيادة أسعار الأغذية، وطبعا هروب الاستثمارات ولعدم وجود مناخ آمن في مصر للاستثمار. وبالتالي فهذه القروض وهذه السياسات التي يقوم بها النظام تأتي بأعباء مضاعفة على كاهل الشعب المصري. والشعب المصري يئن، وخاصة أن شركات كثيرة قد أغلقت يعني أبوابها في مصر ورحلت خارج مصر، وتم تسريح العمال الموجودين بها وأعداد كبيرة جدا، فانتشرت البطالة وغلاء أسعار ويعني سوء تعليم، سوء صحة، انتشار أمراض، غياب الأمن في مصر، حالات الاختطاف وارتفاع معدلات الجريمة. الآن طبعا هو تفرغ للجرائم السياسية كما يقول أو لملاحقة السياسيين، وترك البلطجية وأرباب السوابق والمجرمين يعيشون في البلد فسادا. فأصبح الشعب الذي يصنف على أنه الآن عبيد هو الذي يتحمل عبء هذه السياسات الاقتصادية التي أنهكت الشعب. وفي المقابل طبقة النبلاء أو كما يقول هو نحن الأسياد وغيرنا العبيد، يعني تقام لهم عاصمة إدارية تتكلف المليارات، ويعني تنفق عليهم الأموال ببذخ حتى يعني يظل ولائهم للنظام ولا ينحازوا إلى الشعب وطموحاته وتطلعاته. طيب، هو عندما أتى السيسي إلى الحكم وانقلب على الدكتور محمد مرسي رحمه الله، كان هناك في مصر 3 تيارات. كان هناك كما يسمونه هو التيار الإسلامي السياسي، أو يعني نحن نطلق عليه التيار المدني، ولكن هناك التيار الليبرالي والعلماني وهكذا، كان يطلق على نفسه التيار المدني. وكان هناك التيار العسكري أو المؤسسة العسكرية ممثلة في المجلس العسكري. هؤلاء الثلاثة كانوا يعني الإخوة المسلمون في السلطة، أو كما هم يحلو لهم أن يصنفوه التيار الإسلامي في السلطة، والتيار المدني يسعى إلى السلطة، والتيار العسكري يمسك يعني يمسك بزمام القوة في يده ويحرك بها الآخرين. هذا التيار العسكري كان في السلطة وخرج منها، وخطط منذ اليوم الأول للعودة إلى السلطة مرة أخرى. يعني أقنع أو أوهم التيار الذي يطلق على نفسه التيار المدني أنه يريد دولة مدنية، وأنه يستطيع أن يزيح الإخوان المسلمين عن السلطة ويضع مكانهم التيار الذي يطلق على نفسه التيار المدني، ويظل التيار العسكري يعني حاميا للثورة ويعود إلى ثكناته مرة أخرى. ولكن ما حصل وما كان يخطط له الجيش هو أنه وصل يعني استخدم هؤلاء لحشد الشعب حتى يظهر أمام العالم أنه هناك قوة تدعم الجيش للعودة إلى السلطة، ثم بعد ذلك أطاح بهذا التيار الليبرالي أو التيار الذي يطلق على نفسه تيار مدني، أطاح به. فكانت هناك جبهة الإنقاذ التي كان يعني يتزعمها محمد البرادعي، وكان فيها الكثير
البارزة في مصر شخصيات سياسية. أين هذه الشخصيات الآن؟ البرادعي هرب خارج مصر، حمدين صباحي يعني اعتزل العمل السياسي، أو ربما يكون يعني انتحر سياسيا حينما رشح نفسه ككومبارس أمام السيسي. وكانت شخصيات لا تستطيع أن ترفع رأسها، لأن يعني سيف السلطة مسلط على رقابهم، وبالتالي لا يستطيعوا أن يجاهروا بما يخالف النظام العسكري. السجون والمعتقلات والمشانق معلقة للجميع، وبالتالي فالجيش أو المجلس العسكري استطاع أن يبرز أحد شخصياته ويصعد به إلى الحكم، ثم بعد ذلك هذا الشخص هو الذي أطاح بالمجلس العسكري كله، لأنه أتى بأجندة خارجية. لو رأينا الكتاب الذي سطره كيرك باتريك، قال أنه كانت هناك 50 مكالمة بين السيسي وهو وزير الدفاع ووزير الدفاع الأمريكي في خلال فترة حكم مرسي، حتى يتأكد أنه لو انقلب على حكومة الدكتور مرسي أو على الدكتور مرسي لن يكون هناك معارضة أمريكية أو لن يكون هناك إجراءات تتخذ. هذا النظام صرح النظام الكيان الصهيوني أنه دعم أو كان له دور كبير في إسقاط الدكتور مرسي وتولية السيسي، الذي يعني لا تخطئ عين أنه متماهي مع الأجندة الصهيونية إلى أقصى درجة، وخاصة في تسليم جزيرتي تيران وصنافير. هذا النظام مدعوم من الإمارات، مدعوم من السعودية، مدعوم من الكيان الصهيوني، مدعوم من أمريكا. ويمكن شاهدنا يعني كلام ترامب على السيسي أنه دكتاتوره المفضل. مدعوم من دول غربية كثيرة، لأنهم تربطهم معه مصالح. يعني الغرب يتعامل ببراغماتية شديدة ولا يهمه حقوق الإنسان، ولكن يعني إذا ما توافقت مع حقوق الإنسان كانت تدعم سياساته، يتمسك بحقوق الإنسان ويرفع كارت حقوق الإنسان في وجه هذا النظام. هذا النظام لو رفع عنه الدعم الدولي المفتوح واللا محدود، أعتقد أنه لا يستمر كثيرا. يعني لو وجد الشعب متنفس للخروج لن يتردد الشعب في الخروج على هذا النظام. هذا النظام فقد مصداقيته ويكذب كما يتنفس، والشعب المصري كله يعلم الآن أن هذا النظام لا يفي بوعوده ولا يعبأ بالشعب وبآلام الشعب، ولكن همه كله أن تبنى عاصمة إدارية يجتمع فيها ويتحصن فيها الأسياد كما يسمون أنفسهم في هذه العاصمة، ثم بعد ذلك يواجه الشعب الموت كما يرى، يدافع عن نفسه ضد مرض، ضد جهل، ضد فقر. هذا النظام يحيا على الجهل والتجهيل والتفقير وإمراض الشعب. وفي النهاية هو يعني إذا ما أراد أموال ولم يجد اقتراض، هو يمد يده في جيب الشعب فيخرج ما يريد، سواء عن طريق الضرائب، سواء عن طريق الغرامات، سواء عن طريق الكفالات من الاعتقالات التي يعني يعتقل عليها الناس، ثم يقضي يقرر إخلاء سبيلهم بكفالات كبيرة، ثم يستولي على الكفالات ويعيد تدويرهم مرة أخرى على ذمة قضايا أخرى، وهكذا. هذا النظام يعني لا يرقب في المصريين إلا ولا ذمة.